بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل شوية كحك السريع، يعني كحك الفايش بس السريع اللي هو بنعمله بالخميرة. مش بيحتاج نعمل خميرة اللبن وكده، يعني مقدار بسيط صغير بيأدي الغرض عندنا في البيت الأيام دي. ممكن للفطار للعشاء، حاجة بسيطة. زي ما احنا شايفين كده حمصنا حوالي نص كوباية سمسم، حطينا معلقتين كبار كركم أو 3، وبنحط كمية من اللبن براحتنا. ممكن نعجنه عامة من أوله لآخره باللبن، بس احنا هنحط نص كيلو لبن. وزي ما احنا شايفين كده هنكمل بقى العجين بتاعنا لو احتاج بالمية. ضفنا كمية اللبن وهنحط كمية السكر برضو. بنحط كوباية، نص كوباية سكر او ربع، برضو ده حسب رغبتك انتي. في ناس تحب طعم الكحك يبقى محلون شوية، زودي السكر براحتك. ونضيف معلقة الخميرة الفورية، وبعد كده بنضيف كمية الدقيق. الكمية اللي انا بعملها حوالي 2 كيلو دقيق، وببدأ أعجنهم عندي كويس كده. زي ما احنا شايفين بدأنا نزود شوية مية. الأول حطينا ونحط لبن ومية الكمية اللي تريحني. طبعا الحاجة ما بتعجنيها بلبن بتبقى طعمها أحلى ويعني بتبقى هشة أكتر وكده والله. والمية برضو هيبقى حلو، يعني مية ولبن على بعض هيأدي الغرض وهيبقى زي الفل يعني. بنحط برضو الكركم الدرجة اللي أنا تعجبني. في ناس تحب اللون بيبقى أصفر زيادة كده، في ناس بتحب اللون أدوب كده يعني. برضو الكركم مفيد جدا أصلا لينا، ويعني كتر جا أو زاد منك شوية هو مش ملهوش أي ضرر، هو مفيد يعني. وزي ما احنا شايفين بنبدأ نعجن كويس. بحط حوالي كوبايتين سمنة أو كوبايتين ونص، تبع ما تشرب مني العجينة وأحس ملمسها إنها شبعت من السمنة يعني. زي ما احنا شايفين كده في الآخر خالص لما بنيجي قبل ما ننهي العجين بنضيف السمنة، ونبدأ نشرب السمنة كده بالتدريج وبالراحة خالص، ونملك في العجينة وناخد وندي فيها كده شوية عشان نعمل لها عرج. بس نشرب السمنة كويس خالص. زي ما احنا شايفين كده اهو شربناها ونهينا العجينة، وهنغطيها وهنسيبها حوالي ساعة او ساعة وشوية. لان الجو بارد، بس انا بغطيها كويس واحطها في مكان دافي كويس خالص، واسيبها لحد ما تملى الحلة اللي انا فتحتي. زي ما احنا شايفين كده اهو خمر ملى الحلة عندي خالص. ببدأ اقطعه، ممكن تعمليه صوابع من الاول، بس انا بفضل اعمله زي ما احنا شايفين كده ملتوت يعني صغير او مدور كده. وابدأ بعد ما يستوي اقطعه بالسكينة شرايح خفيفة عشان احمصه. بيبقى يعني بياخدش معايا وقت، بيبقى اسرع في التحميص يعني لما انا اعمله كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. واقطعه انا شرايح حلوة خفيفة كده مناسبة يعني. انا حاليا اهو بقطعه حاملة السجان بيه، انهيه كله طبعا. وبحسيبه مرة تاني برضو يخمر، هسيبه برضو في مكان دافي حوالي نص ساعة ساعة الا ربع، لحد ما يملأ عندي الصينية، احس انه ملأ الصينية. انا بوريكم اهو برضو ممكن نعمل الصوابع يعني. عملنا الملتوت وعملنا الصوابع، وايه هنشكل براحتنا يعني. على فكرة ممكن برضو احنا ما نحمصش الكمية كلها، نعمل زي كده ملتوت صغير وبنستخدم نحشيه جبنة عسل للولاد، بيبقى حلو. زي ما احنا شايفين اهو خمر خالص وملا الدين ملا الصينية. وابدأ احطه في الفرن. طبعا انا بسخن الفرن الاول قبل ما احطه، وبسويه على نار هادية كده حلوة يعني. وادي زي ما احنا شايفين بعد ما قطعناه شرايح وحمصناه. طبعا التحميص كلنا عارفين بنحمص. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناة نان ومامتها عشان ننزل لكم كل جديد. سلام عليكم.